مرحبا للكل، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو راح أشارك وياكم مقتطفات من يومي شلون قضيتها، وكذلك بعض الوجبات الصحية اللي سويتها لإنقاص الوزن، وأتمنى تستفادون من الفيديو. أتمنى تبقون وياي للنهاية حتى تستفادون، تاخذون من بعض الأفكار. بنتي ياسمين تعلمت انه هي وحدها تسوي هاي الفيونكة اللي ورا. الحمد لله والشكر، يعني هي بعد ما تخليني انا اسوي شعر مالتها. حبيت اليوم اشارك وياكم فطوري من الصبح لليل، وذلك لان هي فترة رمضان اللي فاتت، وكذلك العيد والحلويات وهالشغلات كلها زاد الوزن مالتنا. فحبيت انه اتبع نظام غذائي صحي. اتبعت نظام الحمية الغذائية اللي يستعملونها أو يستخدمونها عارضات الأزياء. فحبيت إنه أجربها وأشوف. الصراحة يعني شفت عليها فرق يعني هواية، بس بالبداية واحد لازم إنه شنو أول مرة يعرف طبيعة جسمه وشنو جسمه. يعني مو كل نظام غذائي يوالم كل جسم. أكو جسم يعاني من مشاكل صحية مثل الهرمونات، مثل خمول الغدة الدرقية. يعني أكو نظام غذائي يوالم جسم، أكو نظام غذائي ما يوالمه. فأنا عرفت طبيعة جسمي شنو، يعني اتبعت هواي نظام غذائي. فعرفت طبيعة جسمي شنو. يعني هو انه اكل، وحتى يعني كل شيء اكل بس اعتدل بالوجبات. اهم شيء انه ابتعد نهائيا عن السكريات، وابتعد عن النشويات، وابتعد عن الرز والخبز بشكل اساسي. انا من ابتعد عن الخبز بشكل يعني مو نهائي، يعني نقول 90%. يعني فرق لي كلش هواي، يعني حتى لو اكل قد ما اكل بس من ابتعد عن الخبز. وهذا يعني حسيت انه جسمي يبدي يتحسن. هنا حبيت اشوفكم الجائزة مال عباسي اللي بعثوها إلى، هي انطوها هاي الميدالية، وكذلك انطوه قصص، وانطوه هاي اللعبة. ما انطوه فلوس حرامات. يلا هو أهم شي المشاركة. ويعني هي أنا فخورة بيه لأن هي مشاركة عالمية، يعني مو بس بدولة ألمانيا، يعني هي كل دول العالم يجون يشاركون بهذا الماراثون. وهو أهم شي إنه صارت له بصمة وبقت ذكرى إلى إنه شارك بهذه المسابقات. هنا حبيت إنه أتسوق وأجيب بعض الشغلات اللي أحتاجها حتى أسوي الغداء. فرحت السوق كلش بعيد علي، يعني بعد 2 كيلومتر. حبيت انه امشي مشي يعني احسن، لان انا كل ما امشي كل ما ينقص وزني اكثر. فحبيت انه اسوق بعض الشغلات، وكذلك اشارك وياكم بعض مقتطفات من التسوق مالتي اللي اني اخذتها او اشتريتها. وايضا ما دام هو الجو بدا ربيع وجدا حلو، وهاي جمال الزهور صراحه شكلها كلش مغري. فحبيت انه اجرب ازرع الورد. يعني ذيك المره انا زرعته وما نجح، المره قلت والله راح احاول مرتي الثانيه واحاول ازرعه. وكذلك جبت بعض الخضروات. انا ما اعرف والله ان كانت تنجح او لا، بس حاولت خلي اجرب، واحد يجرب ويشوف. سبحان الله، هو عند الألمان ينجح عندهم بشكل مو طبيعي، يعني أي شيء يزرعون يطلع عندهم. بس احنا ما أعرف ليش يعني العرب ما ينجح عندنا هذا الزرع، يمكن ما متعودين عليه. فحاولت أجرب نفس طريقة الألمان بالزراعة. يجيبون بعض السماد العضوي وبعض الفيتامينات يستخدمونه للنباتات، وأيضا يعرضوها كلش هواي لأشعة الشمس، وينطوها مي كلش قليل. وكذلك هم بالليل عندهم شنو، انه بالليل انه البذرة يخلونها على ضوء اللمبة نسميها. ما اعرف ليش، يعني يقول لك هي هاي على ضوء اللمبة تبدي هي تثمر. فيعني سويتها ونشوف يعني خير ان شاء الله. بس حبيت اشوفكم هنا جمال العشب. هو اول ما يطلع يصير شكله جدا جدا حلو، يعني جماله كلش حلو، خاصة الصبح وخاصة لما تمطر عليه الدنيا. فحبيت اصوركم مقتطفات من هذا العشب. حاولت انه اشارك وياكم طبختي اليوم هي الغدا مالتي الصحي. استخدمت هاي الزيوت الصحية اللي هي اوميجا 3 وكذلك فيتامين اي، جدا ممتاز. يقلل من الكوليسترول بالجسم، وكذلك يزيد الاحماض الامينية الجيدة بالجسم، ويقلل نسبة الاحماض الدهون الثلاثية يعني المضرة اللي على تسد الشرايين.
وكذلك حاولت أكثر من الخضروات، فجبت هاي اللي هم الألمان هي أكلتهم المفضلة، اللي هي البازاليا وجزر ولهانة، مجموعة خضروات كاملة. فحاولت إنه مجرد بس أطبخها على البخار لا أكثر ولا أقل، وما أضيف لها أي شيء يعني. بس هيك أنا مجرد ضفت دهون قليلة على صدر الدجاج، لأن هو الجسم محتاج للدهون. ما يصير يقول لك يعني ابتعد نهائيا عن الدهون، كلش خطأ. الدهون الصحية جدا مفيدة، يعني دهون مثلا زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند، زيت الزيتون جدا مفيدة. أما زيت عباد الشمس جدا مضر، فواحد يبتعد عنه قدر الإمكان. فهاي وجبتي يعني كلش سهلة وبسيطة، ولو تصورون الطعم مالتها جدا جدا طيب. صدقوني يعني أنا من أكل أكلات مثلا الرز والمعكرونة ما استلذ بيها، بس هذا طعمه كلش طيب. والشي الثاني حسستني بالشبع، يعني أنا من أكل أكلات ثانية يعني ورا ساعة أجوع، بس هاي تخليني شبعانة النهار كله، لأن هي كنت تحتوي على كل الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم. وأيضا هي تخفض نسبة الكوليسترول بالجسم، تخفض نسبة الأنسولين بالجسم. فالجسم بعد من ينخفض الأنسولين بعد ما تحسين بالجوع، فهي تخليك أكبر قدر ممكن إنه تخليك شبعانة وما تحتاجين تاكلين. بالإضافة إلى ذلك حاولت قدر الإمكان أشرب 2 لتر من المي بالليمون، لأن المي جدا جدا ضروري للجسم. هذا يحفز عملية الأيض بالجسم، وكذلك جدا مفيد للبشرة وللشعر، الكل شيء يعني للمعدة، وحتى يسهل عملية الهضم ويسهل عملية خسارة الوزن. فجدا أنه شرب المي جدا ضروري. أما وجبة السناك مالتي الخفيفة يعني ما أتعشى، بس حاولت أكل هاي الشغلات الخفيفة اللي هي أكتيفيا بالأعشاب أيضا استخدمتها، وأيضا موزة واحدة فقط لا أكثر ولا أقل. أو مو أحاول دائما أكل الموز، لأن هو الموز أصلا يحتوي على نسبة سكريات كلش هواية، بس لأن أنا ما أكلت حلويات فاستغنيت عنها، إنه هذا أكلت هذا الموز. فهي هاي وجباتي الغذائية، وإن شاء الله هم من الفيديو الثاني هم أقدم لكم وجبات ثانية يمكن تاخذون من عتها أفكار وهم تستفادوا من عتها. وهو هذا النظام الغذائي اللي تتبعه عارضات الأزياء، أنا أخذته بالتفصيل وشفت شنو هم ياكلون فأخذته وجربته. الصراحة حسيت جسمي كلش بدأ ينشد وصار حلو. بس بالإضافة إلى ذلك لازم الرياضة، لأن بدون الرياضة الجسم يبقى يعني مترهل، بس الرياضة هي راح تحاول تشد الجسم وتبني العضل وتخلي الجسم قوامه كلش حلو. وأيضا بالإضافة أنه صحي للقلب ولكل الأعضاء الجسم. هنا حاولت أنه أشوف مالت الإيميل وأشوف الدروس مالتنا، شنو دروسنا، شنو أخذنا ما أخذنا يعني. هي هاي هو كان عندي بس فترة الليل يعني الوقت الفراغ أنه أشوف دروسي شنو عندنا ما عندنا، يعني هو هذا الليل الصبح جدا مشغولة، فأحاول بالليل أخلص كل شيء بعد ما أنوم الأطفال، لأن من ما يكونوا موجودين صعب جدا أنه أكمل دراستي. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو كان حلو ومسلي لكم، وأتمنى أخذتوا بعض الأفكار من عنده. أتمنى أنه لا تنسونا باللايك. أشوفكم على الفيديو الجاي، مع ألف سلامة.